اول حلقه لينا في برنامج سين وجيم مع براء ابراهيم من جوه جامعه القاهره. هنشوف اراء الطلاب في كل سؤال هنقوله. يلا بينا بنتمشى ونشوف الدنيا كلها. اجهز عشان جايلك يلا مش عارف انا مش لاقي ولا زبون النهارده عشان الموضوع في رمضان. مش هتتصرمش كده يعني ولا ايه؟ تعال نشوف الناس دي. السلام عليكم. احنا برنامج على السوشيال ميديا اسمه سين وجيم مع براء ابراهيم، فكنت بستاذنكم لو ينفع اسجل معاكم. ينفع بالسهوله دي؟ يعني ترفض واقعد اتحايل عليك بقى. طيب صاحبك المايك اهو، بص خليه كده. تمام. كل سنه وانتم طيبين. طيب نازلين الجامعه ليه كده في الصيام ده؟ نعمل ايه؟ كتاب بقى ومحاضرات وبتاع والحاجات دي كلها. طيب احنا هنسال سؤال بسيط مش هنطول ونتكل على الله كلنا. انت مش طايقاني ليه؟ وشي مش عاجبك؟ ايه بس عشان مهبطه. وانت برضه مش طايقني. انا مهبط. انا مش طايق. انت اسمك ايه؟ عمر. اول سؤال، ايه رايك في برنامج رامز جلال السنه دي؟ بصراحه جاوب بصراحه. والله ما بحبش النوع ده من برامج بتبقى في يعني تمثيل اوفر وفلوس بقى بالهبل، حاجات تانية ما الناس محتاجاها وخلاص. بقت فكره بقى لها يجي 20 سنه خلاص. أيوة. بطلت من 2013. ايوه 2013 ساعه رامز عن خامون ده. ايوه ده احسن نسخه منها. عشان فراعنه بقى وانت انتمائك للفراعنه وجدودك والكلام ده. مش قوي كده يعني. لا مش قوي كده. هو الفكره بقت في ابتذال في الفكره، فاهمني؟ ابتذال مش ابتزاز. لا ابتذال. في فرق. في فرق. ابتذال ابتزاز دي حاجه ثانيه. دي حاجه وفي اهتزاز بتاع التليفون. لا ايه همشي ولا مهبط اصلا انا صايم. طب انت ايه رايك بكل صراحه؟ بالنسبه لي هو عاده رمضانيه على الفطار، اللي هو رمضان وفطار يعني رامز يعني شغال. فطار تمر رامز بالظبط كده. الثلاثه مع بعض يعني. برنامج على السوشيال ميديا اسمه سين وجيم مع براء ابراهيم، فكنا محتاجين نسجل معاك يعني لو مش هتتضايق. طيب بس المايك وبعد كده نبدا. اول سؤال، ايه رايك في برنامج رامز السنه دي؟ كده انا ما بتفرجش عليه، يعني انا ممكن اتفرج على اول حلقه اللي هي اول يوم اشوف الفكره اللي هو عاملها وهي بتبقى زي كل سنه شوف الموضوع عادي. يعني بس وبتجاهله تماما زي بعد الترند كده. يعني. يعني مش بتابعه قوي، مش بستناه يعني. طيب ممكن تتعاطفي مع الناس اللي هم لو حد جاب حد بعيدا عن ان هم بيكونوا عارفين ولا لا، عشان كل الناس بتقول لك عارفين بس ما حدش معاه دليل، فبعيدا ان هم عارفين ولا لا مش بتعاطف يعني. لو حد تعبان تتعاطفي او كده. انا ما بشوفش ان حد تعبان يعني بصراحه. انت دلوقتي رايح لو ماشي هم مبقاش عارفين او حاجه ما اعرفش برضه، بس انا ما بتعاطفش معاهم يعني. اديني المايك بقى. عماله تقربت. لا المايك بتاعك. واحنا معديين هنا في الجامعه لقينا اخواتنا واصحابنا وحبايبنا قاعدين نازلين ليه في الحر هنا في الجامعه؟ حضرات في رمضان. الحوار ده لازم نذاكر. برنامج على السوشيال ميديا اسمه سين وجيم مع براء ابراهيم. ايه رايك في الاسم؟ لا لذيذ كويس والله. والله. حلو يعني. طب خد السين وانت هتديني الايه؟ الجيم. مظبوط. السؤال هنا، ايه رايك في برنامج رامز جلال السنه دي؟ عاوز تاخد رايي انا ولا احمد علاء الاول؟ عادي يعني. انت احمد علاء وانت محمد طارق. محمد طارق. خلاص نبدا. محمد طارق. لا محمد طارق. انا انت مش مشكله مش مشكله. خلاص ابدا. والله وانا رايي محمد طارق. ماشي تمام. والله انا رايي يعني في برنامج رامز جلال ان هو خلاص كده كفايه قوي عليه لحد كده. من اول قناه الحياه لما بدا، من اول رامز قلب الاسد لغايه نيفر اند، لا كفايه قوي لحد كده. لان دلوقتي خلاص ما بقاش فيه افكار جديده. هقول لك بقى نفس الفكره. استنى، هو رامز كان عامل قبل رامز قلب الاسد كان عامل برنامجين كمان، رامز حول العالم الجزء الاول والجزء الثاني. بس خلي بالك هو حول العالم ما كانش مقالب، هو كان بيسافر حوالين العالم بيعمل كده زي سياحه وكده يعني. ايوه. انما هو فكره المقالب بدا من اول قلب الاسد. وانت يا احمد يا علاء؟ انا بصراحه ما اتفرجتش عليه السنه دي، حسيته يبقى زي كل سنه. ايوه فجبتها بقصرها بقى. جبتها من قصيرها وما اتفرجتش عليها اصلا. اتفرج على مسلسل تاني. مساحه الام بي سي كلها. لا سبتها موجوده عادي. تعالوا نشوف اللي واقف هناك ده. واقف بيعمل ايه؟ بقاله فتره. يلا. السلام عليكم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اسمك ايه؟ بص يا محمد، احنا برنامج على السوشيال ميديا اسمه سين وجيم مع براء ابراهيم، فبستاذنك نسجل معاك لو مش هتتضايق. تمام ماشي. مايك بقى ونبدا. ماشي. الموضوع كبير جدا بس المايك صغير. مصدق. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. نازل ليه في الجامعه في الحر كده؟ اهو عندي محاضرات. ايه رايك في مقلب رامز جلال؟ هو عمل مقلب؟ بجد؟ بتهزر. ما بهزرش والله. بتهزر. اصل ده مش مقلب اللي انا بشوفه بصراحه. يعني انت شفت رامز السنه دي؟ وبسمعه. بس انت اصل هو روتين. روتين طالما قاعد على الفطار رامز معروف. ايوه.
لا بحب افيهات. الناس كلها بتقول كده مش عارف ليه يعني. مش عارف بحسه روتين والله. يقول لك روتين يعني اقوم من النوم افطر اشرب التمر اشوف رامز يعني هو روتين في اليوم صح كده؟ بحسه كده والله. اصل بحب افاته وتريقته على الزباين اللي بتيجي. زباين ما هو بالنسبه له زباين. زباين فاتحين محل عطاره. هو بالنسبه له زباين والله. ايوه بحسها كده. طيب بتتعاطف يعني لو هو جاب انسان مثلا او فنان او اي حد مشهور تعبان بتتعاطف مع الشخص ده ايا كان هو عارف ولا لا بتتعاطف؟ مش كله بصراحه بس تعاطفت فعلا جدا جدا مع محمد فؤاد. ساعات بتتعاطف. من انهي حته بقى بتتعاطف؟ من احاسيسي. عاطف تلاقي الاحساس كده راح كده لا بتتعاطف. حاسه ان هو افور معاه شويه مع انه متفق معايا بس افورت معاه رامز. طب ايه دليلك ان هو متفق معاه؟ مش حوار دليل يعني بتبقى باينه كده. بتحس الموضوع يعني تحسه. يعني لو مسكت مثلا الحلقه يعني فصصتها. لا استنى بس همسك الحلقه ازاي؟ فصصتها طب انا عايز امسك الحلقه امسكها ازاي؟ قول لي الطريقه. يعني مسكتها كده قلت طيب. طب وايه مسلسلات في رمضان؟ بتابع الكبير، بتابع الهرشه السبعه بيقولوا عليه حلو قوي يعني بدات اتابعه. جميل بيتكلم عن ايه اللي بتتابع المسلسل بناء على ايه؟ بناء على حبك للنجم ولا بناء على ان الترند ماشي مع كذا فبمشي معاه؟ الصراحه لا مش كده. لو ماشي على الترند كنت في مسلسلات كتير قوي كنت تابعتها بس مفيش قصه مفيش اي حاجه. لا هو عموما على النجم على النجم وفي نفس الوقت بشوف فيه حاجه شدني من اول حلقه قصه. ايوه تمام اكمل زي ما بتقول احساس ان حاسه يبقى حلو. طب بالاحساس يعني ماشي بالاحساس. اوكي مثلا. وانت بتتابعي ايه؟ جعفر العمدة. استني بس طبعاً. استني قبل اي حاجه ان انا ساكت في الموضوع ده. انت اول حاجه انت بيبي فيس. تاني حاجه انت صوتك صوت اطفال جدا. ازاي جعفر العمدة؟ يعني هو بيجي يضرب البنات لا استنى الكلام ده ولا جعفر العمدة؟ ربنا يديك الصحه وكمل. لو سيبت محمد ينام ممكن تقع. انا بسال ناس في سنك اللي بنتابع توم وجيري بنتابع مش عارف سنك لا بس خيال بس كبيره بقى على كده. يا بيقولوا بس نص يوم ممكن. خلاص يا عمر خلاص خلي بالك. ماشي انا انا عارف انك عايز مذيعه بس خلي بالك برضه. مذيع فنزتك ممكن اوعى. ربنا يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي فادعي لنا ربنا معاك. تشترك في القناه. اشترك. انا فرحان ان انا شفتكم والله النهارده وكل سنه وانتم طيبين. اديني المايك. اديني انتوا عايزين تاخدوا المايك بقى طبعا. ايه رايك في يعني بتتابع المسلسل بناء على ايه؟ النجم ولا القصه ولا الممثل نفسه. يعني انا بحب ياسمين عبد العزيز فعايزه اشوف المسلسل بتاعها. اي حاجه تطلع منها انت احمد امين السفاره برضه فعايزه وعند دحيح فانا عايزه اتفرج هم عاملين ايه سوا. بس كده. في ناس تانية برضه لسه ما اتفرجتش عليها لسه عايزه اقعد اتفرج عليها. يعني انت يعتبر بتمشي مع الترند يعني مش مع الترند مع الممثل نفسه. انا بحب احمد امين كممثل فعامل مسلسل فانا عايزه اتفرج عليه. ايوه فبتروحي فبروح اتفرج عليه. بتتابعوا ايه مسلسلات رمضان بقى في رمضان؟ انا كبير قوي ولا الكبير ايه؟ ايوه ما الكبير الصغير. يا عم انا بسال اسئله يعني يا عم ترد عليا برد غريب قوي. ماشي انا برضه كبير قوي بس في مشكله بقى. دي حاجه حلوه. رمضان السنه دي طالع بمسلسلات كتيره كرييتيف بقى اسمها كرييتيف. حضرة العمده جعفر العمده بره الصندوق يعني بالظبط. وفي بقى اسم يعتبر كرييتيف جدا عمله نادره يعني حبوا يغيروا من كلمه عمده خلوها عمله. الله شايف الكرييتيف انتوا نازلين في الصيام عشان المحاضرات. واللي انتوا حاسين بيه من الحر والمحاضرات والزنقه بتطلعوا عليا بافهاكم. بالظبط انت حضرتك احمد علاء ومحمد طارق. ايوه انا اسف ان انا سجلت معاكم. حبيبي طيبين. اديني بقى المايك انت هو ايس كريم حبيبي كل سنه طيبين. انا مبسوط والله ان انا يعني سجلت معاكم وانتوا يعني اقفل. طيب بتتابع ايه بقى مسلسلات رمضان؟ بقول لك عليا امتحانات بعد العيد يعني بسمع رامز بالعافيه بس مفيش خالص ولا بتتابع حاجه ولا بتشوف افيش في الشارع اي حاجه؟ لا بشوف حتى بشوف اعلانات المسلسلات يعني مسلسل الصفاره حسيته حلو في كوميديا حلوه. مسلسل الصفاره ده شفته ولا صفرت؟ لا يا عم شفت المسلسل عادي يعني طبيعي يعني جدا يعني بحس ان فيها افيهات برضه كويسه. واحمد بتاع مين الصفار؟ احمد امين ده بحبه جدا صح انت وطه دسوقي صح بحب الاثنين دول قوي الصراحه فعشان كده طه دسوقي كوميديان يعني ستاند اب كوميدي قد الدنيا فده اللي خلاني ده من الاسباب اللي خلاني اتابع مسلسل يعني. تمام انا والله مبسوط ان انا سجلت معاك. يا محمد ايه؟ محمد حلمي.
محمد حلمي. محمد حلمي. مفيش شورت كات لاسمك او لا هو محمد حلمي على طول. ماي دريم. ماي دريم. الله. هو ماي دريم على طول. ده الاختصار يعني اللي هو حلمي. ماي دريم على طول. حبيبي يا ماي دريم. انا مبسوط ان انا والله سجلت معاك. حبيبي كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وحاول بقى انت مفيش شمس، لابس ليه النضاره دي؟ لا ما انا بمشي في الشمس بس بقعد في الظل. بتركن في الظل وتمشي في الشمس. بالظبط. مستني واحد صاحبي بس مش هفضل طول عمري هنا. انت بتعرف تقفل لنا الحلقه؟ لا يقفلها انت، ده شغلتك. اقفلها ايه؟ ده شغلتك بقى. انا لا اقفلها، اديك المفتاح واقفلها يعني. لا يا عم ما تهزرش. اقفلها لنا كده يا ماي دريم. لا ما ينفعش والله، لازم انت اللي تقفلها. انا اللي اقفلها؟ طب يلا نقفلها سوا. يلا نقفلها بقى، ما احنا هنقفلها كده. لا مش للدرجه دي. طب ماشي. اتمنى يكون الحلقه دي عجبتكم ومعانا ماي دريم في الحلقه دي. رايك في التعليقات، واعمل لي لايك وسبسكرايب ورن الجرس ولا فعل الجرس؟ لا فعله، ما مش هيرن، هو مش داخل باب يعني. مش داخل شقه. احنا بنقولها نقفل وبتاع. ماشي. فعل الجرس وقول لنا رايك في التعليقات، واستنانا في حلقه جديده من سين وجيم. مع مين؟ مع براء ابراهيم. الله. ماي دريم. حبيبي اديني بقى المايك بقى. اتفضل. لا يا حبيبي.